طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع المجلس الوزاري في الاتحاد الأفريقي. كلية الهندسة والتقنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. طلاب الإقليم الأوسط يتوجهون إلى ساوا. هجوم يسفر عن 6 قتلى في مالي. بايدن يؤكد من السعودية أن أمريكا ستظل شريكة في الشرق الأوسط. قصف إسرائيلي لموقع في غزة ردا على هجوم صاروخي من القطاع. من العناوين إلى التفاصيل. شاركت إريتريا في اجتماع المجلس الوزاري 41 للاتحاد الأفريقي الذي انعقد يومي 14 و15 من يوليو في مدينة لوساكا الزامبية، حيث مثل إريتريا في الاجتماع القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا ومندوب إريتريا في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية سيد بنيام برهام. بحث الاجتماع الاستثمار في المجال الصحي وإقامة مركز مراقبة الأوبئة في أفريقيا وإقامة مؤسسة الدواء الأفريقية ومتابعة الموارد المالية المحلية والخارجية والاستثمار في البنية التحتية والنماء الاقتصادي والغذاء. وانتخب الاجتماع هيئات تخدم في الجهات الثلاث الرئيسية في الاتحاد الأفريقي. وقدم وفد إريتريا كلمة في القضايا التي تهم إريتريا وتوضيح مواقفها في مختلف المجالات. وبحث الاجتماع الإعلان الذي سيصدر في الاجتماع الرابع نصف السنوي بتنسيق مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجان الإقليمية وإصدار قرارات هامة. خرجت كلية الهندسة والتقنية في ماي نفحي 360 طالبا بالبكالوريوس والدبلوم اليوم 16 من يوليو، وتخرج 139 طالبا بالبكالوريوس وعلوم هندسة الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية وهندسة علم البحار وهندسة صناعة المعادن وهندسة التعدين والهندسة الكهربائية والإلكترونية. وتخرج 221 طالبا بالدبلوم في تقنية المحركات وتقنية المسح والتخطيط وتقنية الإلكترونيات وتقنية البناء وتقنية برمجيات الكمبيوتر وتقنية التعدين وتقنية الزراعة وتقنية الكمبيوتر وربط الشبكات وتقنية الكهرباء وتقنية المبردات. وقال عميد كلية الهندسة والتقنية الدكتور كحساي نقوسي في مراسم التخريج التي جرت بحضور محدود أن الكلية خرجت منذ العام 2008 خبراء أكفاء يقومون بمساهمة فعالة في مختلف مجالات اقتصاد البلاد. وخرجت حتى الآن مع تخريج اليوم 6458 طالبا. وأشار إلى الجهود الجارية للارتقاء بقدرات المدرسين، حيث يتلقى 6 من مدرسيها الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه في مختلف الدول حاليا و9 لدرجة الماجستير و3 يتجهزون لمنح تعليمية لدرجة الدكتوراه. وشكر ممثل الخريجين المساهمين للوصول إلى مرحلة التخرج متجاوزين وباء كورونا والتحديات الأخرى، موضحا بأن مهام كبرى تنتظرهم لتطوير القدرات بالقراءة والعمل وخدمة الشعب والوطن. وقدمت في المناسبة الميداليات والشهادات لمسؤولي أقسام الطلاب الحاصلين على النقاط العالية. وتأسست كلية الهندسة والتقنية عام 2004 تحت إشراف معهد إريتريا للتقنية ككلية قائمة بذاتها منذ عام 2008. توجه طلاب الإقليم الأوسط إلى ساوا اليوم السبت لإكمال التعليم في الصف 12 وأداء الخدمة الوطنية ضمن الدفعة 35. وأوضح مسؤول متابعة المدارس الثانوية في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط السيد يوحنس سلمون أن الطلاب الذاهبين إلى ساوا على دفعتين هم من 21 مدرسة،
وأكد طلاب القيام بالاستعدادات اللازمة للدراسة لمدة سنة في مدرسة وارساي كالو وأداء واجب الخدمة الوطنية. وذكر أولياء الأمور تجهيز أبنائهم للنجاح في التعليم وتسلم أمانة الشهداء آملين عودتهم بكل جوانب الحياة. وأشار مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر ومدير شركة حارات للمواصلات العامة بالإنابة السيد نقصة قبرز قابهير إلى القيام بالاستعدادات الكاملة لنقل الطلاب. وستتوجه الدفعة الثانية من الطلاب إلى ساوى يوم الأربعاء 20 من يوليو هذا. وتوجه طلاب إقليم القاش بركة وشمال البحر الأحمر وعنسبة إلى ساوى يوم 12 من يوليو. وسيذهب طلاب إقليم جنوب البحر الأحمر يوم 20 من يوليو والإقليم الجنوبي يوم 24 من يوليو. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين بكوفيد-19 وكانت إصابة واحدة من وسط المدينة وإصابة من كرن وأخرى من قنداع. في غضون ذلك شفي مريضا كورونا في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 9864 شفي منهم 9708 وتوفي 103 مريض فيما يتلقى 53 مرضى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من يوليو 2022. عقدت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم الجنوبي اجتماعا يوم 14 من يوليو لرفع الوعي بالتبرع الطوعي للدم. وأوضح أخصائي الأطفال الدكتور سامسون عباي في الاجتماع الذي حضره مسؤولو أقسام إدارة الإقليم وأقسام الوزارات وأعضاء المجلس والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية ومؤسسات أخرى. أوضح بأن الدم يأتي على رأس الخدمات الصحية. وقال أن الدم مادة هامة لا توجد في السوق ولا تباع ولا يتم تبادلها ولا يمكن تصنيعها مع التطور العلمي ويحصل عليها من الإنسان فقط. داعيا المجتمع عامة والشباب خاصة العمل للنشط للتبرع بالدم لإنقاذ الحياة. وأوضح بأن الدم يتطلب للحاملة التي واجهت النزيف أثناء الولادة والأطفال المولودون قبل الأوان والمصابون بالحريق والحوادث والأمراض الأخرى، مشيرا إلى وجود نقاط تبرع بالدم في مديريات مندفرة ودق محر وعدقية وسنعفة وعدخالة في الإقليم الجنوبي. من جانبه شرح رئيس فرع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس تطور الجمعية وتحدياتها وبرامجها المستقبلية، موضحا القيام بالاستعدادات لفتح فروع في مديريات سنعفة وسقنيتي وإمنا حيلي. وأشار إلى وجود برنامج لجعل التبرع الطوعي للدم المقتصر حاليا على المدارس وعمال المؤسسات الحكومية جعله مجتمعيا. وتأسس فرع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم الجنوبي في العام 2013. سيداتي سادتي إلى فاصل ما ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. وقع هجوم عنيف بالقرب من العاصمة المالية باماكو أدى إلى مقتل 6 أشخاص، 3 مدنيين و3 من عناصر الأمن إلى جانب جريحين 2. ولم يسبق للمنطقة أن شهدت هجمات إذ بقيت إلى غاية هذا الهجوم الأخير في منأى عن العنف المنتشر في شمال مالي ووسطها. وأوضحت وزارة الأمن أن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون. وكان وزير الأمن الجنرال داود علي محمد دين زار المنطقة للاطلاع على الأضرار وإعادة التأكيد على تعليمات السلامة. للتذكير فقد شهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، وتتزامن الأزمة السياسية مع أخرى أمنية خطيرة متواصلة منذ العام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي شمالي البلاد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط. وأضاف بايدن في كلمة ألقاها خلال قمة مع 6 دول خليجية ومصر والأردن والعراق في جدة
أن واشنطن لن تنسحب وتترك فراغا تملأه روسيا أو الصين أو إيران. وقال بايدن في لقاء قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط أنه لن يتخلى عن الشرق الأوسط. وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى مساعدة السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالصراع الروسي الأوكراني. وتقول إدارة بايدن أنها تريد الترويج لرؤية جديدة للشرق الأوسط تقوم على الحوار والتعاون الاقتصادي والعسكري، مدعومة بمحاولات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. شنت طائرات مقاتلة إسرائيلية هجوما على غزة في رد على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك بعد سويعات من توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل إلى السعودية في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط تهدف إلى تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة. وبحسب الجيش الإسرائيلي استهدف القصف موقعا لتصنيع الصواريخ وسط غزة تديره حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم القطاع المحاصر. وأفاد شهود عيان بأن الموقع يتم استخدامه كمعسكر تدريب، ودوت صفارات الإنذار جنوب إسرائيل مرتين للتحذير من قدوم صواريخ. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ واحد وسقطت 3 قذائف في أماكن مفتوحة. أودت الحرائق القابلة للمندلع في شمال المغرب إلى مقتل شخص واحد واضطرار مئات العائلات إلى مغادرة بيوتهم. وأكد تقرير رسمي غير نهائي أن الحرائق دمرت ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال المملكة. ويشهد المغرب منذ أيام موجة حر مع اقتراب درجات الحرارة من 45 درجة مئوية، في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا. كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أججتها الرياح، وهي رياح حارة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالي 15 قرية في المناطق المتضررة. وجرى إجلاء حوالي 645 من السكان بولايتي تازة وتطوان. ختاما تذكير بأبرز العناوين. إثيوبيا تشارك في اجتماع المجلس الوزاري في الاتحاد الأفريقي. كلية الهندسة والتقنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. طلاب الإقليم الأوسط يتوجهون إلى ساوا. هجوم يسفر عن 6 قتلى في مالي. بايدن يؤكد من السعودية أن أمريكا ستظل شريكة في الشرق الأوسط. قصف إسرائيلي لمواقع في غزة ردا على هجوم صاروخي من القطاع. دمتم في أمان الله وحفظه.